السلام عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مهندس عصام سامي من شركة سي تك. بقدم لكم النهاردة شاشة تفاعلية 65 بوصة انتاج شركة بروماثيان الامريكية. تعالوا نتكلم شوية عن بعض الخصائص الجميلة الموجودة في الشاشة بتاعتنا. خلينا اول حاجة مثلا نتكلم عن شرح السبورة اللي ده محتواها من اول الاكس فوق على اليمين لحد السحابة الصفراء اللي فوق على الشمال، لحد حدود الويندوز من تحت على اليمين وعلى الشمال. انا عاوزك تركز معايا في كل دقيقة في الفيديو ده حرفيا علشان تعرف المواصفات الجميلة او المميزات الجميلة قوي اللي انت هتبقى بتستفيد بيها لو انت كنت واحد من المحظوظين اللي بقى عندهم الشاشة دي كمدرس او محاضر في سنتر او خلينا نتكلم ان احنا مبدئيا ممكن نمسك القلم ده ونغير اللون بتاعه، ونقول مثلا ان احنا عندنا في سي تك بنشتغل في اللابتوب. فانا هنا لو بشرح الحاجات اللي انا بقدمها في سي تك، انا هقول لك مثلا ان انا ببيع لابتوب وبصلح لابتوب. ممكن نكتبهم هنا بيع زائد صيانة. كده انا بحاول اشرح على الشاشة الحاجات اللي تخصني انا. طب خليني اقول لك ان انت وانت بتشرح على الشاشة اكتشفت انك كتبت الجزء بتاع بيع زائد صيانة ده، واللابتوب خد منك جزء كبير، فانت كده مش هتعرف تكمل. تقدر تتحكم فيه وتصغره بكل بساطة، وترجع تاني تمسك القلم وتقول انا كمان شغال في الشاشات التفاعلية وبقدم شاشة من انتاج شركة بروميثيان 65 بوصة وببيعها لك كاش وتقسيط. وهكذا عاوز اصغر برضو مثلا الجزء بتاع التفاعلية ده، هروح اعمل سيلكت اللي هو في القايمة اللي على الشمال خالص بتاعت السهم دي، واعلم على الجزء ده لوحده اهو، واروح واخده مصغره كده جنبه، وارجع للقلم تاني واقول لك ان انا اصلا من اهم الحاجات اللي بيمتاز بيها المركز بتاعنا هو القسم الخاص بشاشات التلفزيون. هتلاقيني دلوقتي اتكلمت بصوت مختلف علشان خاطر انا كنت رحت شربت كوبايه شاي كانت جهزت، فكان لازم اشربها الصراحه لاني كنت محتاج اشرب كوبايه الشاي دي. فخلينا نكمل والشرح بتاعنا كاننا بنشرح الشاشه، بس احنا بنشرح برضو معاها الجزء بتاع الشغل الخاص بينا، وهو الجزء الرابع بقى والاخير اللي هي كاميرات المراقبه بانواعها. خلينا بقى سيبنا من ده كله، شرحنا الحاجات اللي هي بتاعت سي تك على السبوره او على الشاشه التفاعليه بتاعتنا ووضحنا الدنيا. خليني اقول لك بقى، انت حضرتك كمدرس لو هنتكلم مثلا على مدرس وليكن مدرس رياضيات، خلينا نشرح السبوره دي دلوقتي او الشاشه التفاعليه كاني مدرس رياضه هشتغل عليها. ادي معايا الشاشه التفاعليه، هكتب دلوقتي مثلا معادله، هقول س زائد ص زائد ع بتساوي 25. س زائد ص تساوي 9. اوجد قيمة عين. انا بكتب لك المسألة، وده طبعا انت مش هتعمله بعد كده لان انا هشرح لك حاجات جميلة جدا في الشاشة التفاعلية دي هتخليك اصلا تستغنى عن قصة انك تكتب مسألة تاني موجودة معاك في ملف PDF. بس خلينا نتكلم الاول ان انت متعود تشرح على السبوره العاديه اللي هي بقلم الفلوماستر، وهتعتبر ان الشاشه دلوقتي هي قدامك بنفس القصه، هتعتبرها السبوره وهتعتبر ان انت بتكتب عليها بالقلم الفلوماستر. طب دلوقتي لما كنت على السبوره اللي هي العاديه كانت السبوره اتملت زي دلوقتي
فكنت بتمسح عشان تقدر تكتب تاني. لا انا هنا مش عاوزك تمسح، انا عاوز الدرس بالكامل يبقى موجود معاك. هتيجي على علامة التحديد اللي هي على الشمال خالص دي، اللي انا عمال اعمل عليها النقطة دي، وتروح جاي محدد على الكلام ده كله، وتروح ماسكه بايدك مصغره كده، ماسكه بايدك مصغره زي ما بتصغر حاجة او تكبرها في شاشة الموبايل. شوف انا صغرته بقيته خليته قد ايه، وتروح جايبه في جنب الشاشة خالص، وترجع تاني تفعل القلم بتاعك تاني وتشرح درس جديد. تقول جتا عين زائد ظا سين مش عارف يساوي كام، وعمال تشرح والسبورة خلصت منك. هتروح تاني للسهم ده اللي انا عمال افعله ده دلوقتي، بس انت طبعا بتدوس مرة واحدة وتروح رايح نفس الكلام محدد دول ومصغرهم بصوابعك، وتروح تنقلهم ترميهم برضو في اي جنب كده، وهكذا تعمل نفس الكلام ده كتير براحتك خالص. اهو مليت سبورة جديدة، رحت عملت سيلكت للكلام ده كله، رحت صغرته بايدك بدل ما تمسحه وتعمل، وهكذا. طيب انا عاوز بقى فاكر لما كنت كتبت المسألة اللي هي كان فيها س زائد ص زائد عين ب25؟ تعالى اما نجيب المثال ده تاني ونرجع نحطه على السبورة. ما انا مش عاوز اكتبه تاني، انا عاوز اعلم عليه كده واجيبه في النص وارجع اكبره تاني. بقى معايا ادي المثال بتاع س زائد ص زائد عين، ادي السبورة اللي كنت بشرح عليها. طيب ممكن نشرح ايه تاني هنا؟ ممكن نشرح ان احنا دي طريقة، وممكن نتكلم ان احنا عندنا ممكن نضيف هنا. لو بصيت تحت على الشمال هنا في الجزء ده كده، انا هشاور لك عليه بالقلم، هتلاقي هنا اهو في مكتوب صفحة رقم 1 وجنبيها علامة البلس. ماشي، لو انا دوست على البلس دي دلوقتي هيفتح لي صفحة جديدة. لو رجعت دوست على الصفحة رقم 2 اللي مكتوبة دي، هختار انا عاوز افتح اي صفحة فيهم. فاذا انا معايا عدد لا نهائي من الصفحات، وعدد لا نهائي من السبوره التفاعليه او الشاشه التفاعليه اللي معايا اللي اقدر اكتب عليها. عاوز مثلا امسح جزء تاني هنا، فانا اقدر امسك الاستيكه واحدد القطر كمان بتاع الاستيكه بتمسح كبير ولا لا. لو انا عاوز امسح نقطه بس صغيره، فانا ممكن اجي على الاستيكه واحدد القطر بتاع الدايره بتاعها، واقول له عاوزه حاجه صغيره كده عشان لما اجي امسح النقطه دي بس لوحدها اقدر امسحها من غير ما تضايقني خالص، وارجع تاني للقلم، وهكذا. طيب دي كانت شكل سبوره. طب لو حضرتك مثلا مدي طلعت 2 طلاب او 3 طلاب او 4 طلاب عندك على السبوره يحلوا المساله بايديهم على السبوره، فانت تقدر تقسم الشاشه عندك ل3 اجزاء او 4 اجزاء او 5 اجزاء او 6 اجزاء على حسب عدد الطلبه اللي هيقفوا لك، عن طريق انك تيجي على الجزء الشمال تحت خالص في السبوره، وهتلاقي فيه رسمه للطلبه كده اللي قاعدين قدام الشاشه، فانت هتضغط عليها بس كده هتلاقي حاجه جديده فتحت لك وبتعمل لك لودنج وبتحمل. دلوقتي اول ما تخلص اللودنج بتاعها هوريك ايه ده. دي حاجه عبقريه جدا موجوده في الشاشه التفاعليه، ودلوقتي ظهرت. ولو بصيت تحت على الشمال هتلاقي هنا في طالب سبوره واحده، هنا في 2 طلبه، هنا في 3 طلبه، هنا في 4 طلبه، هنا في 6 طلبه، وهكذا. تقدر تخرج تاني من الجزء ده وتكمل الشرح بتاعك عادي جدا في الجزء بتاعك. طيب خلينا نشرح سبورة تانية مختلفة عن دي. ما هي مش دي بس اللي في الشاشة التفاعلية بتاعتنا، لا انت عندك حاجات كتير قوي. خلينا نطلع كده شوية حاجات تانية. ممكن مثلا نفتح دي كده معانا، دي برضو اللي هتفتح دلوقتي. دي سبورة تانية خالص اهي، هوريك برضو فيها شوية حاجات كده جميلة فتحت معايا. دي بقى اللي فيها الشغل الجامد. خش بقى على الشغل التقيل
انت دلوقتي لو هتلاقي النافذه دي قدامك، لو ضغطت بس على كلمه مور وقلت له انا عاوز افتح الفانكشن اللي هي بتاعت الدوال بتاعتي. فاكر انت لما عارف انت حضرتك لما بتيجي عاوز ترسم داله لينير اهي اترسمت. طيب بص كده فوق على اليمين هتلاقي واي بتساوي اكس زائد واحد، هي دي الداله اللي هي فيها واي بتساوي اكس زائد واحد. طب انا مش عاوزها اكس زائد واحد، ده انا عاوزها اكس زائد خمسة، واروح منفذ. شوف الداله اتغيرت بقت اكس زائد خمسة. لو عاوزها داله كوادراتيك راح حاطط لك واي بتساوي اكس تربيع وواقفه عند نقطه الاصل عشان هي اكس تربيع بس. لو احنا ضفنا للاكس تربيع دي زائد 2 ورحنا قايلين له انتر، طلعت درجتين لفوق اللي هي عند رقم 2، بقت رسمت الداله اللي هي واي بتساوي اكس تربيع زائد 2. طب عاوز داله اكسبوننت، اضغط على الداله الاكسبوننت هنا اترسمت واي بتساوي 2 اس اكس. طيب لو انا عاوز اغير فيها 2 اس اكس زائد 2، اوكي اترسمت لي الداله اللي انا عاوزها. وهكذا في باقي الدوال بكل بساطه. نخرج من دي خالص وتعالى ندخل نجرب حاجه جديده مثلا زي الجيومتري دي كده، وخلينا نجرب نرسم الدايره اهي. ادي رسمت معايا الدايره. طب انا ممكن ايه ده انا مش عاوز ارسم دايره كامله، ده انا عاوز ارسم جزء من الدايره 45 درجه. هختار ال 45، هدوس على انجل هنا، هضغط عليها بس بالقلم وعاوز ارسم نص دايره. احنا عارفين النص دايره اللي هو 180 درجه، ونقول له اوكي اترسم عندي نص دايره. جميل كده، جميل. تعالى نجرب حاجه تانية، نقف على دي ونمسحها وندخل على مور ونرسم اللي هو الشكل بتاع الاسطواني ده. هنرسم دي ونروح سحبين الشكل الفوق. نقدر نتحكم في الابعاد دي بمزاجنا بمجرد مسكه القلم كده زي ما احنا بنشوف. نتحكم في الطول ده ونتحكم في الطول ده بمزاجنا. طب بص احنا ممكن نعمل حاجه برضو تانية جميله. شايف الشكل اللي قدامك ده؟ احنا ممكن نعمل له حاجه اسمها اكسباند. نقف عليه كده ونعمل له اكسباند. هيفرش لنا الشكل اللي معانا زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، فرش لنا الشكل. ممكن نرجع نعمل كولابس تاني هيجمعه. تمام اهو. ممكن نقدر نعمل حاجه تانية، عاوزين ناخد نسخه من ده، هنقف عليه كده مجرد ما نعمل اللي هي علامه الزائد دي ووقف عليه هيسحب لي نسخه منه. مجرد ما اقف عليه تاني هيسحب لي نسخه منه. لو انا لغيت التفعيل من على علامه الزائد اللي هنا دي كده، هاجي امسكه هيتحرك هو نفسه. تمام اوكي. لو عاوز يعني اخلي ده بلون معين، اقدر اضغط على فيل واختار مثلا اللون اللي هو الاورنج ده مثلا، واعمل فيل كده بقى معايا الشكل باللون ده. طيب عاوز اعمل له مثلا روتيت، اقدر امسكه واخليه يلف في اي اتجاه عشان اشوف شكله من كل الاتجاهات عامل ازاي. اقدر اتعامل معاه بكل بساطه اهو. انا كده ماسكه بس بالقلم وبحركه. عاوز بقى امسح الكلام ده كله، ممكن اقف عليهم شكل كده بكل بساطه وامسحهم برضو بكل بساطه. طب انا هنا برضو نسيت اقول ان احنا هنا ممكن نقدر نكتب براحتنا. ملينا السبوره دي خلصت. لو بصيت على الشمال على الجزء الشمال كده فانت هتلاقي مكتوب هنا الصفحه رقم 1. انت تقدر تزود لها صفحه. ماشي، الصفحه دي خلصت تقدر تزود صفحه، وهكذا عدد لا نهائي من الصفحات. ممكن تيجي هنا تقف وتختار الصفحه اللي انت كنت بتكتب فيها او اللي انت عاوز ترجع لها، وهكذا. في حاجات كتير جدا مش هنقدر او ما عندناش الوقت ان احنا ندخل نتطرق ليها كلها دلوقتي في شرح الفيديو البسيط ده، بس دي بعض الحاجات اللي هي ان احنا نقدر نعملها في فيديو صغير بالشكل ده. خلينا نخرج من السبورة دي خالص ونرجع بقى نشوف الكمبيوتر بتاعنا او الشاشة التفاعلية بتاعتنا ممكن نعمل عليها ايه تاني. احنا ممكن تعرف ان احنا ممكن نفتح اي ملف PDF ونعدل عليه، نكتب عليه بالقلم كده. عارف انت لما تكون ماسك مذكرة في ايدك وانت ماسك اللي هو القلم بتاع الهايلايت وعمال تعلم، او ماسك القلم بتاعك وعمال تكتب. خلينا ندي مثال دلوقتي على الخريطة
بتاعه مصر دي بالمنظر ده، وخلينا نفتحها ببرنامج تاني ألذ برضو. يعني هوريهولك ان شاء الله لو كان ليك نصيب وخدت الشاشه دي من عندنا. وهي بالمنظر ده دلوقتي انا اهو بقى عندي بص بقى هنا. اول حاجه انا جيت عشان اسحب الخريطه اللي فوق مش راضيه تتسحب. ليه؟ لان انا مش مفعل ان انا هسحبها، لكن لما اجي اعمل كده افعل من فوق من علامه السهم اللي هي دي، اللي هي عماله تتفعل قدامك دي دلوقتي. وجيت طلعتها فوق. عاوز مثلا اشرح للطلبه بتوعي ان انا عندي فوق هنا البحر المتوسط، وممكن بايدي اصغر الخريطه دي واركز في حته معينه او اكبرها واركز في حته معينه براحتي. عاوز اجي مثلا عند محافظه مثلا هنا محافظه مثلا يعني الاسماعيليه، وعاوز اعمل عليها سهم بالمنظر ده كده اهو. هقدر اعمل سهم اشوف بدايته رايحه فين، وهشاور هنا على محافظه الاسماعيليه. هقدر اعمل هايلايت براحتي واتحكم مثلا في حجم الهايلايت. انا عايزه مثلا بسترونج، عاوز اعمل هايلايت هنا للجزء ده كده اهو زي ما احنا شايفين، وهكذا شرح كتير جدا. عاوز امسك الاستيكه وامسح الهايلايت اللي انا عملته او الاسهم او هقدر اعمل ده كله تاني. والموضوع الشرح في التعديل على ملفات البي دي اف كبير جدا، بس انا كنت عاوز اقول لك ان ده من الحاجات اللي احنا نقدر نعملها في الشاشه التفاعليه، ان احنا نفتح ملف سواء كان بي دي اف او باوربوينت او ايا كان هو شكله ايه ونعدل عليه تاني خالص. مش بس كده، انت تقدر تفتح عندك مثلا، شفت احنا هنا لما كنا فاتحين السبوره بتاعتنا في الاول خالص وعاوزين نفتح معاها كمان متصفح انترنت، لو عاوزين نجيب مثال للطلبه بتاعتنا ولا حاجه، نقدر نقسم الشاشه نصين زي ما حضرتك شايف كده. يبقى انا في الجزء اليمين بكتب، وفي الجزء الشمال انا فاتح الانترنت وبجيب افتح مثلا يوتيوب واطلع فيديو مثال للطلبه بتاعتي. لو انا مثلا دلوقتي مدرس كيمياء وعاوز اجيب لهم تجربه علميه او تجربه معمليه بالشرح اللي انا بشرحه لهم، فانا اقدر اعمل كده بكل بساطه واقول افتح كده واكتب كلمه تجربه كيميائيه سهله واشغل لهم الفيديو بتاع الراجل الطيب ده. والتجربة دي اسمها تجربة البركان. عشان تحضر التجربة دي لازم تتأكد انك تكون لابس جلافز في ايدك. أول حاجة هتشتريها هي مية أكسجين من الصيدلية 100 مللي بسكة. يبقى إذا أنا دلوقتي شرحت هنا للطلبة في الجزء اليمين التجربة اللي هو سماها تجربة البركان، وجيت في الجزء الشمال فرجتهم على فيديو لتجربة البركان اللي هو برضه بيقول عليها. فإذا أنا دلوقتي بوريهم حاجة من الاتنين، أنا عمال أشرح نظري واجي أوريهم عملي. فالطالب عمره ما هيسرح منك في المحاضرة أو في الحصة اللي أنت قاعد بتشرحها له أبدا. ولو أنت كمان عاوز تعمل حاجة أظرف من كده كمان، أنت ممكن تروح تجيب الآلة الحاسبة وتفتحها. يبقى لو أنت شغال هنا وشغال على الإنترنت وحبيت تفتح الآلة الحاسبة، التلاتة في نفس الوقت هتقدر تعملهم بكل بساطة. فاتح الآلة الحاسبة وفاتح السبورة اللي بشرح عليها وفاتح الفيديو اللي هشغله للطلبة وهكذا. وكمان انت تقدر وانت شغال تفتح مثلا مثلا فيسبوك، تقدر تفتح تليجرام، تقدر تفتح اي موقع الكتروني. طب بص على الحاجه الجميله اللي هقول لك عليها دي، مش دي دلوقتي ده كده سطح المكتب. لو انت حضرتك بتشرح كورس مثلا عن استخدام الويندوز، فانت ممكن تيجي تعمل اي حاجه. انا عاوز اقول لك ان انت طول ما انت الشاشه مفتوحه قدامك انت تقدر تشرح اي حته فيها، اي حته. خليني اقول لك ان احنا هو فاتحين سطح المكتب، انا اقدر اشرح لك سطح المكتب نفسه. هاجي دلوقتي اعلم على مارك دي واقول لك ده ملف بي دي اف اسمه خريطه مصر بالتفصيل، ده اسمه متصفح جوجل كروم اللي هو بقدر افتح من خلاله. طيب انا دلوقتي ممكن اعمل حاجه عشان اوريك برضو حاجه جميله. دلوقتي الموبايل بتاعي بيرن، فانا مش عاوز اكمل في الفيديو والموبايل بيرن، ممكن اعمل بوز للفيديو زي ما انا هعمل دلوقتي. بص بس شفت لما جيت اعمل بوز مرضيش. ليه؟ لان انا بشرح، لازم اعمل كلوز الاول وارجع. رحت قفلت صوت الموبايل ورجعت اكمل الشرح بتاعي تاني، وهضغط تاني على مارك
واقول له ان ده اسمه متصفح مايكروسوفت ايدج اللي بينزل مع اصلا ويندوز 10 نفسه. دي كنترول بانل اللي احنا لما بنفتحها بنلاقي جواها كل حاجه تخلينا نقدر نتحكم في الكمبيوتر. This PC دي اللي لما بنضغط عليها بيفتح لنا البارتيشنز اللي هي على الجهاز، اللي هي السي والدي والاي سي، وتشرح له ان السي بتاع الويندوز والدي ده بيتحط عليه الداتا الخاصه اللي مكتوب عليها مش عارف ايه وهكذا. دي اسمها ريسايكل بن اللي بيكون عليها الحاجات اللي احنا عملنا لها ديليت، سواء مسكناها حطيناها شلنا دي كده ورحنا رمينها في السله، او رحنا واقفين على اي حاجه وبس ضغطنا ديليت بتبقى موجوده في السله عندنا. واقدر اشرح ان ده مثلا البار ده هو ده اللي لما تعوز تبحث عن اي حاجه جوه الكمبيوتر بتيجي تقف هنا وتكتبها. فرضا ان انا عاوز ابحث مثلا، لو انا عاوز مثلا يعني اكتب هنا كده في الحته دي تحت هنا، عاوز افتح وليكن نفتح ايه مثلا مع بعض، نفتح مثلا الكالكوليتور اللي هي بتاعه الجهاز مثلا اهو. هكتب كده كالك، مجرد ما اكتب CAL هلاقيه طلع لي اقتراح الكالكوليتور. فانا كده عمال بشرح على ورق او عمال اعمل مارك كده اهو. لما جيت في الحته دي وكتبت كلمه كالكوليتور طلعت لي الكالكوليتور بتاعه الجهاز نفسه وهكذا. هرجع تاني اعمل كلوز للحته دي واقدر اتحكم في الكالكوليتور بتاعتي، ومثلا اعمل عليها عمليه حسابيه 8 في 2 من 100 تطلع لي 16 من 100 وهكذا. طيب ده جزء بسيط جدا من شرح الحاجات اللي الشاشة التفاعلية تقدر تعملها عليها انت كمدرس او دكتور او صاحب شركة وعندك غرفة اجتماعات للموظفين اللي شغالين معاك، فانت عاوز تفتح لهم سبورة جديدة وتكتب فيها نوتس كده وتسجل كل اللي بيحصل خلال الاجتماع عشان في الاخر تراجعوه مع بعض. فانت مثلا ممكن تقول والله احنا النهارده اتكلمنا مثلا ان احنا عندنا عجز في الميزانيه بتاعه الشركه بتاعتنا، عندنا في بعض العملاء عليهم فلوس. ممكن نكتب برضو كده بكل عشوائيه بعض العملاء متاخرين في السداد مثلا يعني. وعندنا مثلا ان احنا المخزن اللي في المنطقة الفلانية في مخزن ممتلئ جدا ببضاعة، وعندنا مخزن في منطقة تانية فاضي ما فيهوش بضاعة. يعني دي مجرد امثلة من وحي خيالي بتيجي، فعاوز اكتبها واوضح لك انك ممكن تشرح ازاي او تستفيد منها ازاي. طيب حاجة تانية جميلة قوي واللي هي اللي انا بعملها دلوقتي، انا بشرح لك فيديو بالكامل للشاشة التفاعلية عن طريق حاجة جوه الشاشة التفاعلية. انا دلوقتي بتكلم، انا مش بصور دلوقتي بكاميرا، انا موصل المايك بالشاشة وعمال بعمل سكرين ريكوردنج لكل حاجة بتحصل في الشاشة دلوقتي. فانت ممكن مثلا لو حضرتك بتقدم محتوى على الانترنت، سواء بقى هترفعه مثلا على يوتيوب او على موقع زي يوديمي او اي منصة غيرها، فانت ممكن تستخدم الموضوع ده، هيفيدك جدا جدا جدا. وللمرة التانية ده كان مجرد شرح بسيط جدا للشاشة التفاعلية اللي احنا بنقدمها في شركة سيتك بنها. وحاجة تانية أخيرة أقدر أقولها لك، إن أنا بقدم الشاشة دي بسعر كاش، وبقدر أبيعها لك برضو الناحية التانية بسعر قسط. اسألني عن سعر الكاش لو حضرتك ناوي تشتريها كاش مني، واسألني عن سعر التقسيط لو عندك عجز شوية في الكاش وعاوز تقسطها. هساعدك برضو بطريقة ما تخلينيش أنا وأنت نبقى مضغوطين، يعني هسهلها عليك وفي نفس الوقت مش هزود عليك مبلغ في القسط وهكذا، يعني زي ما بيتم اتباعه في حالة الاقساط. كفاية في الفيديو لحد هنا. لو اتفرجت للفيديو ده للنهاية فانت ممكن يبقى عندك شوية أسئلة اسألني فيها وهجاوبك
على طول ان شاء الله، ونقدر نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص، لما تيجي تكون بتعمل فيديو زي اللي انا بعمله ده دلوقتي، اوعى تقفل اللي هي الاكس اللي هنا في الاول خالص وانت بتسجل الفيديو. لو ضغطت الاكس دي وانت بتسجل الفيديو فانت تسجيلك للفيديو كله راح، وهترجع تسجل من اول وجديد. لكن عشان خاطر تحافظ على تسجيلك لازم تيجي على السكرين ريكوردنج اللي هي اللي هنا دي، وتضغط على اللي هي الستوب وتحفظ الفيديو بتاعك. واشوفكم في فيديو جديد على قناة سي تك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.